بصراحة من أكتر الحاجات القذرة اللي أنا شفتها في حياتي في الدوري المصري كله. طول عمري بشوف المشهد ده. النهارده الأهلي كان بيلعب البنك الأهلي والحمد لله تعادلوا، ألف مليون مبروك وشفا على قلبهم. مصطفى شلبي لاعب الزمالك السابق أحرز هدف في مرمى النادي الأهلي. حلو وجميل وقعدت أبيص وأفرحه واديله ادي كلام جميل وعظيم جدا. بس مصطفى شلبي عمل احتفال نادي الزمالك، القوس والسهم بتوع الزمالك الزملكاويه عجبهم، وانا عجبني الصوره وشيرتها وكل حاجه جميله وعظيمه وكل حاجه. بس السؤال المهم، هل ده ينفع يحصل ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا جدا. هل مصطفى شلبي بيفكر في الزمالك وجمهوره ولا بيفكر في البنك الاهلي اللي هو بيلعب فيه دلوقتي؟ انا عجبني اللقطه وعجبتني انها حرقت الاهلاويه وكل حاجه، بس هي لقطه ما ينفعش تحصل من وجهه نظري. دايما بشوف ان اللاعب خرجت من الاهلي خرجت من الزمالك، شكرا شكرا، باب اتقفل. بعد ما اعتزل اعمل اللي انا عايزه. بالمناسبه في لعيبه برضو بتعمل النسر بتاع الاهلي وهي بتلعب الزمالك وهي بتلعب في انديه مش في الاهلي، ده مهم جدا. ولكن اللي انا عايز اقوله ان في ناس بتصطاد في الميه العكره يا درش. مصطفى شلبي بعد الماتش طالع بيقول الاحتفال لجمهور نادينا اللي هو جمهور الزمالك اللي هو بيلعب اصلا في البنك الاهلي. فيا درش في ناس بتصطاد في الميه العكره. ازاي؟ الزمالك بيلعب البنك الاهلي في مباراه كاس وبنلعب ضربات جزاء، واخر كوره مصطفى شلبي لو شاطها البنك الاهلي يصعد، فمصطفى شلبي ضيعها زي ما اي لاعب بيضيع. فهنجيب له بقى القديم والقديم والقديم والقديم، وليه نخش في حته الشك اللي احنا اصلا ما ينفعش نقرب لها؟ مين المسؤول عن كل ده؟ مصطفى. مين المسؤول تاني؟ تصريحاته. اذا الحركه دي لازم تتمنع من الدوري المصري. عمري ما شفتها في حياتي في اي دوري في العالم غير في الدوري المصري. انت بتنتمي للاهلي والزمالك، ماشي، مشيت من الاهلي والزمالك بتلعب في اي نادي تاني، انتمائك للنادي التاني بعد ما تعتزل يا باشا يلا بينا نروح الاستاد سوا ونهيص، خلاص انت مش على ذمه اي نادي. ده مهم جدا. عندنا مشكله في الوعي. انا عارف ان مصطفى شلبي بيحب الزمالك وجمهور الزمالك كل حاجه. بعد ما تعتزل في قلبك، بعد ما تعتزل، ولكن طول ما انت بتلعب في نادي تاني لازم تخلص النادي التاني وما ينفعش تتكلم على الزمالك. وكلام من كل اللعيبه واللعيبه برضو اللي بتعمل ده للاهلي. لايك وشير وجهه نظر ممتاز، فولو او متابعه. سلام.